أهلا بيكم متابعينا. قبل ما نبدأ المسلسل ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. بيبدأ المسلسل مع بنت اسمها جي، وبنعرف ان جي من صغرها محظوظة جدا. يعني مثلا وهي طفلة شاركت في سحب وكانت نتيجتها ان هي واهلها يكسبوا بيت في مكان راقي جدا، وبعدها راحت جي وحضرت سحب تاني في المدرسة وطلعت من الطلاب القليلين جدا اللي كسبوا في السحب، واتعلمت كمان ببلاش ولحد ما كبرت وبقت شابة كده زي ما احنا شايفينها حاليا، لسه محظوظة جدا. وبرضو الحظ ده مساعدها في شغلها جدا، وخصوصا انها بتشتغل في البورصة، فطبعا دي شغلانة قايمة على الحظ اساسا بنسبة كبيرة، وبسبب حظها الحلو فهي ناجحة جدا جدا في شغلها. لكن حظ جي مش بيكون بينطبق نهائيا على حياتها العاطفية، لان باختصار جي مش محظوظة نهائي في الحب والارتباط، وكل ما تتعرف على حد بيسيبوا بعض، ولحد النهارده لسه ما لقتش الحب الحقيقي. عامة بنشوف جي بقى في يوم وهي رايحة على شغلها، وبتكون في عربية جاية عليها وهتخبطها، لكن لان الحظ حلو زي ما بقولك فالسواق بيفاديها على اخر لحظة وبيخبط مكانها شاب كده اسمه نوت. وهنا بقى جه الوقت المناسب اللي نتعرف فيه على نوت. باختصار كده نوت هو عكس جي تماما، لانه فقري ودايما حظه وحش من صغره، ودايما بيتعرض لمواقف محرجة جدا بسبب حظه الوحش ده كله كوم. وحياة نوت العاطفية كوم تاني خالص، لان نوت من صغره مش قادر يحب ابدا، لان باختصار بسبب حظه الوحش اي حد بيقرب ليه بتتدمر حياته حرفيا، فبسبب كده مفيش اي بنت بتقرب له ولا عارف يحب حد. لكن على الرغم من ده كله الا ان نوت عمره ما فقد الامل، ودايما بيحارب ظروفه وحظه الوحش علشان يحقق احلامه. وبنشوف نوت حاليا وهو في شركة الانتاج اللي شغال فيها، لان نوت اصلا مغني وبيعزف على الجيتار وعامل فرقة كده صغيرة مع صديق ليه اسمه نونج. المهم النهارده بقى وهم في البروفا بيجي لهم مدير الشركة واللي اسمه بيمي، وبيعرفهم انه هيضم شاب جديد للفرقة، والشاب ده بيكون لاعب درامز اسمه دي. وبيجي دي وبيعرفهم على نفسه، وبيعرفهم انه كان مطلوب من شركات انتاج في كوريا، لكنه حب يبدأ مشواره الفني معاهم لانه حاسس بجد انهم موهوبين. فبيفرح طبعا نوت ونونج وبيتحمسوا انهم يشتغلوا مع دي، وده كله بيبسط بيمي، وبيطلب منهم بقى يبدأوا يشتغلوا على اول اغنية فردية ليهم. فبيبدأوا فعلا يشتغلوا، وبيقدروا كمان يعملوا الاغنية وبينزلوها على اليوتيوب، وبيكون الكل متحمس بما فيهم بيمي، لدرجة انهم بيقعدوا كلهم سوا كده لمدة ساعة يدوروا ويشوفوا الاغنية هتعمل مشاهدات قد ايه في الساعة دي. بس لان نوت اصلا حظه فقر فللأسف الاغنية بتفشل في اول ساعة بس، بتجيب 7 مشاهدات مش اكتر. فبيتعصب بيمي وبيسيبهم وبيمشي، لكن نوت مش بييأس وبيعرف صحابه ان اكيد بكرة الاغنية هتضرب، فبيقتنعوا بكلامه وبيفضلوا طول اليوم ده قاعدين سوا بيدوروا ويشوفوا المشاهدات زادت ولا لا. لكن للأسف قعدتهم كانت على الفاضي، لان بعد كل ده وبعد يوم كامل فللأسف الاغنية ما جابتش الا 19 مشاهدة بس. وفوق ده كله بيلاقوا في الوقت ده داخل عليهم بيمي ومعاه مهندس ديكور وبيطلب منه يغير ستايل الأوضة ويشيل منها حاجات كتير وكده يعني. فبيستغربوا لان دي اوضتهم، فازاي هيغير حاجة فيها من غير رأيهم. فعلى الاساس ده بيروحوا لبيمي مكتبه وبيسألوه ليه غير اوضتهم، فبيعرفهم بيمي انها خلاص ما بقتش اوضتهم لانه هيفسخ العقد معاهم، وبيطلع العقد بتاعهم وبيقطعه وبيعرفهم ان خلاص شغلهم انتهى. فبيمشوا التلاتة وهم زعلانين وبيروحوا سوا لكافيه كده وبيقعدوا يشربوا حاجة علشان تكون دي حفلة الوداع. بس نوت مش بييأس زي ما احنا عارفين، فبيعرف صاحبه ان النهارده في حفلة في الشركة لمطرب اسمه لي بمناسبة انه عدى 100 مليون مشاهدة. لكن مش ده المهم ان بيمي هيكون هناك، فهيتكلم معاه ويطلب منه يديلهم فرصة ويرجعوا للشغل. فبيفرح الكل وبيتفقوا مع نوت على كده. على الناحية التانية بقى بتكون جي مع واحدة صاحبتها في الشغل اسمها بونو. بنعرف ان بونو دي بتبقى خطيبة بيمي، وحاليا بتعرف جي انها مش واثقة في بيمي وحاسة انه بيخونها، فبتقول لها جي اكيد بيخونك، وبتفضل جي تطلب منها تبعد عن بيمي لانه مش بيحبها. لكن بونو بتحبه جدا فمش بتقتنع بكلام جي، لكن جي بتعرفها ان النهارده في حفلة في شركة بيمي للمطرب اللي اسمه لي، وبتعرف بونو انهم ممكن يطبوا على الحفلة فجأة، وهتتأكد بنفسها وقتها ان بيمي مش بيحبها وبيخونها. فبتقتنع بونو بالفكرة وبيقرروا يعملوا كده. للعلم يعني جي مش بتعمل كده لانها عايزة تدمر علاقة بونو، ولكنها خايفة على بونو ومش عايزاه
إنها يعني تتدبس مع واحد بيخونها. المهم في الليل بيروح نوت على الحفلة، وهناك بيقابل بيمي وبيفضل يطلب منه يديهم فرصة تانية وهم هيحسنوا نفسهم. فبيقول له بيمي للأسف الموضوع مش في موهبتك، ولكن المشكلة إن حظك زي الزفت وده ما ينفعش في الفن. وعشان يقنعوا بيمي بكلامه وإن فعلا حظه سيء بياخده لعند باب كده وبيقول له بص يا سيدي، خمن مين هيدخل من الباب، راجل ولا ست، ولو خمنت صح والحظ ابتسم لك ولو مرة فأنا هرجعك الشغل. فبيفضل نوت بقى يا صديقي يخمن، ولكن للأسف ولا مرة التخمين بيجي صح بسبب حظ الوحش. فبيقول له بيمي أهو أثبتت لك إنك فقري، فما تجيليش تاني بقى وتقرفني علشان تشتغل. وبيسيبه وبيمشي، وبيكون نوت متضايق ومكتئب جدا لدرجة إنه بياخد من جرسون في الحفلة صينية عليها كوبايات كلها خمرة كتير وبيخرج يقعد مع نفسه يشربهم يمكن ينسى زعله. في الأثناء دي بقى جوه الحفلة بتوصل جي وبنو، وأول ما بيوصلوا بيلاقي اللي توقعته جي، لأنهم بيلاقوا ميبي واقف مع بنت وعمال يحب فيها. فبتروح لبنو وبتتخانق معاه وبتطلب منه ينفصلوا نهائيا وبتسيبه وبتمشي. فبيكون بيمي متعصب وبيعرف جي إنه متأكد إن هي اللي سلطت عليه بنو، وبيعرفها إن الموضوع ده مش هيعدي بالساهل وبيسيبها وبيمشي. وقتها ما اهتمتش جي بكلامه أصلا، وفضلت بس قاعدة في الحفلة وشافت كل البنات مع شباب بيحبوهم والكل مبسوط ما عدا هي الوحيدة اللي لوحدها، وبتكون متضايقة جدا لأن حظها يمكن يكون حلو، ولكنها للأسف مش قادرة تحس بده لأنها مش لاقية حد تحبه. وبعد التفكير ده كله بتتضايق جي أكتر، فبتخرج برا الحفلة وبتفضل تشرب علشان تنسى. فبالصدفة بتلاقي نوت قاعد جنبها وعمال يشرب، فبتتكلم معاه وبتسأله مالك، فبيعرفها إن حظه وحش ودايما كده وعشان كده هو متضايق. فبتفضل جي تواسيه، ولأن نوت أصلا شارب ومش شايف قدامه فمع كلامها ده بيعجب بيها وبيعرفها إن النهاردة كان أسوأ يوم في حياته، ولكن وجودها حوله لأحسن يوم في حياته. وبدون مقدمات كده بيبوسها. تاني يوم بقى بتصحى جي فبتلاقي نفسها في بيت نوت ونايمة جنبه، وبتعرف بكده إنها جت معاه على البيت هنا، لكن لأنها كانت شاربة فنسيت أصلا ومش فاكرة إيه اللي حصل ولا عارفة هي إزاي وصلت معاه لهنا، لكنها بتقول إن دي نزوة وعدت وبتكون هتهرب بحيث نوت ما يتكلمش معاها ويعرف أي حاجة عنها وتنتهي علاقتهم دي قبل ما تبدأ أصلا. بس قبل ما بتهرب بتلاقي نوت صحى، فبسرعة بتضربه على دماغه فبيغمى عليه. أما جي فبتاخد حاجتها وبتخرج بره البيت، بس أول ما بتخرج بتفضل تفكر وبتخاف إن نوت يكون مات، فبسرعة بتتصل بالإسعاف علشان يجوا ياخدوه. بعدها بتوقف تاكسي علشان تروح، ولكن كل تاكسي بتوقفه وما بيرضاش يركبها، وبتستغرب جي وبتحس إن حظها بقى وحش ودي غريبة، وكأن جي حرفيا اتعادت من نوت بحظه الوحش. عامة في النهاية بتلاقي موتوسيكل بيوصلها وبيوديها عند بيتها، لكن لما بتوصل هناك ولأن حظها بقى وحش زي ما قلتلك فبتيجي تطلع المفتاح فبيقع منها في البلاعة، فبتضطر تنط جوه البيت لأن أبوها وأمها مسافرين ومفيش غيرها. بس في المجمل بتروح بعد كده على شغلها، وهنا بتكون مستنياها مصيبة جديدة لأن بيجي المدير بتاعها وبيعرفها هي والكل إن الأسهم وقعت. فبتدخل جي تدور بسرعة عشان تفهم أكتر، فبتكتشف إن البورصة وقعت وخصوصا الشركات اللي كانت بتستثمر فيها هي والعملاء بتاعها. فبتتجنن جي وبتفضل تعيط وهي مش فاهمة ازاي حظها بقى وحش كده. على الناحية التانية بقى يا صديقي بيكون نوت في المستشفى وبيكون نايم وبيحلم وبيشوف في حلمه جي، لكنها بتكون لابسة ماسك ومش باين وشها لأن أصلا نوت مش عارف يفتكرها من وقت ما كان معاها بسبب إنه كان شارب كتير وكده. المهم بيصحى من النوم وبيقعد مع صاحبه نونج وبيفضلوا يتكلموا، بس أثناء ما هما بيتكلموا وهم قاعدين بيجيلهم صاحبهم دي وبيعرفهم حاجة مهمة جدا، وهي إن أغنيتهم ضربت وعدت مشاهدتها ل 500,000 مشاهدة. فطبعا بيفرح الكل ومش بيصدقوا نفسهم، وفي اللحظة دي بنفهم إن بسبب العلاقة بين جي ونوت حرفيا بدلوا الاتنين حظوظهم سوا. وعامة بما إن الأغنية نجحت قوي كده فبيستدعي بيميت 3 في مكتبه، وهناك بيعرفهم إن في يوتيوبر مشهورة اسمها شارم غنت أغنيتهم في لايف، فكل الناس دوروا عنها وبكده اتشهروا. وبيعرفهم بيمي إن خلاص عايز يرجع يمضي العقد معاهم تاني، فطبعا بيفرحوا الكل وبيوافقوا على كده على طول. أما بقى جي فحياتها بقت من سوء لأسوأ، لأننا بنشوفها حاليا مثلا مع مستر بوت أهم واحد بيستثمر معاها فلوسه، وبيعرفها بوت حاليا إنه هيسحب كل فلوسه بعد ما البورصة وقعت ومش هيستثمر أي حاجة. فبتتضايق جي جدا لأنها كده بتخسر جدا وبتسيبه وبتمشي. بعدها بتقعد جي مع بنو وبتعرفها إن حظها
حظها بقى وحش جدا ومش عارفة تعمل ايه نهائيا. فبتقترح عليها بونو انهم يروحوا لواحدة عارفاها اسمها بام، وبام دي بتفهم في الحاجات اللي زي كده جدا واكيد هتقدر تساعدها. فبتقتنع جي وعلى طول بتروح مع بونو عند بام دي وبيقعدوا معاها. وقتها بتعرفها بام ان حظها كان حلو جدا جدا، ولكن للأسف بسبب انها عملت علاقة مع حد حظه وحش والحد ده بدل حظه الوحش معاها بسبب العلاقة دي. وقتها بتعرفها جي انها عملت علاقة فعلا مع شاب قال لها ان حظه وحش واسمه نوت. وهنا بقى بتقول لها بام فعلا انت بدلتي حظك مع نوت ده، لاني شايفة ان انت ونوت ده روحكم بتتقابل كتير في كذا حياة، لان اصلا هم بيؤمنوا ان روحهم بتعيش في كل الازمنة في اجسام مختلفة، هو ده اعتقادهم. المهم بتكمل بام كلامها وبتعرفها انها شايفة انهم كل مرة يتقابلوا في اي حياة بتكون هي محظوظة وهو فقري، والحياة اللي بعدها هو محظوظ وهي فقرية، لكنهم اول مرة يتبادلوا حظهم سوا بسبب العلاقة اللي عملوها، والحل الوحيد علشان حظها يرجع لها انها تعمل علاقة معاه تاني. طبعا بتتصدم جي لكنها بتقرر تعمل كده فعلا بحيث ترجع حظها الحلو من تاني. على الناحية التانية بقى يا صديقي حياة جي واصحابه حرفيا بتتغير، لانهم بيغيروا ستايلهم وبيعملوا اغاني كتير وبيسمعها الملايين والدنيا بتمشي معاهم زي الفل. وفي يوم بيجولهم بمي وبيعرفهم ان شارم البنت اللي اتشهروا بسببها بتصور حاجة جنبهم وبيعرض عليهم ييجوا معاه يقعدوا معاها وكده ويتعرفوا عليها ويشكروها. فبيوافق نوت ودو. اما نونج فمش بيكون فاضي فبيسيبهم وبيمشي، وبعدها بيروحوا للمكان اللي بتصور فيه شارم، وبالصدفة بياخد نوت باله ان ستاند الاضاءة هيقع على شارم، فبسرعة بيروح لها وبيلحقها وبينقذها. فبتشكره شارم جدا وبتقف تتكلم معاه وبيبان انها معجبة بيه جدا، لكن نوت ما بيكونش مهتم بيها اصلا وبيسيبها وبيمشي. على الناحية التانية بقى بتروح جي مع بونو لعند بيمي وبتطلب منه جي دعوة تحضر بيها حفلة لنوت وفرقته، وبتكون عايزة الحفلة طبعا لانها عايزة تقابل نوت تاني وتعمل معاه علاقة بأي شكل وتسترجع حظها. المهم بيرفض بيمي يديها تذكرة لانه شايف انها اخر مرة وقعت بينه وبين بونو، لكن جي وبونو بيفضلوا يتحايلوا عليه فبيديهم بيمي تذكرة في النهاية. وقتها بقى بتروح جي وبتظبط موبايلها بحيث تصحى بدري وتروح الحفلة في ميعادها وتقابل نوت، لكن لانها بقت فقرية فللأسف الشحن بيبوظ والموبايل مش بيتشحن وبيفصل. فبتفضل بقى جي نايمة كتير جدا لحد ما بترجع امها وابوها من السفر وبتصحيها امها، فبتصحى وبتدرك جي انها اتأخرت جدا فبتتضايق وبسرعة بتلبس وبتنزل من البيت وبتخلي موتوسيكل يوديها لعند المكان اللي فيه الحفلة. واول ما بتوصل بتكتشف انها مش معاها المحفظة ونسيتها في البيت فبتتضايق جدا، لكنها بسرعة بتتصرف وبتدي السواق طوابع كده يقدر يبدلها من اي سوبر ماركت بمنتجات، فبياخدهم منها وبيمشي. بعدها بتدخل جي الحفلة وبتفضل تدور على نوت، لكنها في نفس الوقت بتكون متوترة فبتدخل الحمام تهدي نفسها وتتدرب هتقول ايه لنوت لما تشوفه، لكن اللي هي ما كانتش تعرفه انها اصلا اتلخبطت في الحمام ودخلت حمام الرجالة. فبالصدفة بيكون نوت داخل الحمام فبيدخل عليها وطبعا بيتخض، لكنه بيعرفها الغلط اللي عملته بحيث تروح حمام الستات وبيسيبها وبيدخل الحمام من غير ما يقول لها اي حاجة لانه مش قادر يفتكر شكلها زي ما شفنا من شوية. لكن جي على طول بتتكلم معاه وبتفكره بنفسها وفعلا بيفتكرها نوت وبيكون طاير من الفرحة حرفيا، لكنه للحظة كده بيفتكر مع نفسه وبيفتكر انه اتغابى وقال في برنامج على موضوع انه قابل بنت مرة وحبها لكنه من كتر الشرب يومها ما كانش فاكرها. فبتفكير بسيط بيشك نوت ان دي جي اصلا وممكن تكون اي بنت بتقول اي حاجة، فعشان يأمن نفسه بيقول لها للأسف مش انت البنت اللي كنتي معايا في الحفلة، وبيقوم سايبها وماشي. لكن جي بتتعصب عليه وبتوقفه وبتفضل تقول ان هي البنت اللي قابلها، بس كل ده بيخوف نوت اصلا وبيحسها انها مجنونة فبيسيبها وبيمشي وبيروح عند كواليس الحفلة بتاعت فرقته وبيستنى هناك دوره علشان يدخل الحفلة. اما جي فمش بتفقد الامل وبتفضل وراه لحد الكواليس، بس قبل ما بتوصل له بيوقفها الامن فبتفضل تتحايل عليهم تروح بس لنوت تتكلم معاه، لكنهم بيرفضوا ده بشكل نهائي. وبالصدفة بيكون دي جاي على الكواليس برضه لانه لسه ما طلعش الحفلة، فبيشوف جي وبيفتكرها واحدة معجبة بيهم يعني، فبيخلي الامن يدخلها وبيقف يتكلم معاها ويتصور معاها، وبتكون جي بتجريه بحيث بس يوصلها لنوت. لكن نوت لما بيشوف الوضع ده بيشك اكتر ان جي مجنونة ومهووسة باي فنان مش اكتر، فبيخاف منها اكتر وبيدخل على الحفلة. بعده بيدخل دي. اما جي فالامن بيرفض
ياخد يدخلها اصلا، فبتتضايق وبتاخد بعضها وبتمشي من الكواليس وبتروح للحفله مع الجمهور، وبتقعد تتفرج على نوت وفرقته وهم بيغنوا والكل عمال يحييهم، وبتتضايق جدا وبتكون شايفه ان كل ده بسبب حظها اللي نوت سرقه. فبتقرر ان لو ايه حصل هترجع حظها الحلو من تاني. عامه بعد ما بتخلص الحفله بترجع جي توقف تاكسي علشان تمشي، لكن بالصدفه بيشوفها دي واللي زي ما تقول كده اعجب بيها، فبيقف وبيتكلم معاها في اي حاجه كده والسلام. ووسط كلامه بيعرفها انه هو وفرقته عايزين مدير اعمال معاهم يظبط لهم مواعيدهم وحفلاتهم وعروضهم وغيره وغيره. فبتلاقيها جي فرصه وتتعوضش، وبكده هتكون قريبه دايما من نوت، فبتطلب من دي تتعين هي في الوظيفه دي. فبيفرح دي العبيط جدا وبياخدها لبيمي وبيعرفه انه عايز يخليها مديره اعمالهم. فبيتضايق بيمي بسبب مشاكله الكتير مع جي، لكنه في الاخر بيوافق لان دي بيكون مصر. بعد كده بقى بتروح جي تقعد مع صاحبتها بنو، وبتعرف بنو كل اللي حصل معاها وانها بقت مديره اعمال الفرقه بحيث تقرب من نوت، لكنها برضو بتعرفها انها حاسه بحاجه غريبه، وهي ان حظها بقى حلو فجاه لدرجه ان بيمي اللي بيكرهها قبل يعينها مديره اعمال الفرقه. فبتستغرب بنو وبتقترح عليها تروح تزور العرافه بام وتعرف منها ازاي حظها بقى حلو كده، وفجاه بتسيبها بنو وبتمشي. فبتروح جي على البيت، وفي البيت بتتفاجئ ان مستر بوث قاعد مع امها وبيخطبها منها، لكنها بتكون ما بتحبش بوث ده، فطبعا بتتحجج باي حاجه وبتسيبهم وبتمشي. ومن غير تضييع وقت بتروح للعرافه بيم وبتعرفها موضوع ان حظها بقى كويس فجاه وكل الكلام ده. فبتعرفها بيم ان مدار كوكب المشتري اتغير اتجاهها في الشهر ده، وده بسبب انها حظها بقى حلو. عامه بتكمل بيم كلامها وبتعرفها ان حظها هيفضل كويس كده لفتره محترمه، فلازم تستغل الفتره دي وترجع حظها من نوت. فبتقرر جي فعلا تعمل كده. تاني يوم بقى بتروح جي على الشغل، وهناك بيقدمها بيمي لباقي الفرقه اللي هم نونج ونوت. ونوت طبعا اول ما بيشوفها بيتضايق وبيكون فاكرها بتطرده، فبيروح يتكلم معاها وبيعرفها ان اللي بتعمله ده غلط، وهو كده مش هيقتنع يعني انها البنت اللي قابلها. فبتعرفه جي ان هي البنت اللي قابلها ومش مشكلتها انه مش مصدقها، لكنها بتاكد له انها هتاكد له كده وهتفكره في يوم من الايام، وبتسيبه وبتمشي. بعد شويه بقى بيكون بيمي مع نوت وجي وباقي الفريق وبيوريهم فيديو كده لتمثيل شارم في المسلسل ما، وبيعرفهم بيمي انه ناوي يتكلم مع شارم ويخليها تطلع في الفيديو كليب بتاعهم، وده هيساعد في شهرتهم. فبيوافقوا طبعا بمناسبه شارم بقى. فبنشوفها حاليا مع مدير اعمالها واللي بيتكلم معاها وبيعرفها انها لازم ترتبط بحد مشهور عشان ده هيزود من شهرتها، وبيقترح عليها انها ترتبط بنوت. فبتفرح جدا لانها اصلا معجبه بيه. المهم بنرجع تاني لجي واللي بتكون قاعده بتتكلم مع دي وبتستفسر منه كده يعني عن نوت وباقي فرقته، وبيحب البنت عامله ازاي ولابسه ايه، لانها طبعا حابه تقرب من نوت. فبيقول لها دي ان نوت بيحب البنت اللي بتلبس لبس مثير، فبتقول لجي بس كده سهله. بعد شويه بيكون الكل في اجتماع، فبتقولهم جي وهي لابسه لبس مثير جدا لكن يعني مش بتعجب حد، بالعكس نوت بيفكرها مجنونه من اللي هي لابساه. وفي الاثناء دي كمان بتوصل شارم للمكان، واول ما بتدخل بتقعد مع نوت وبتديله اكل، بعدها بتفضل تتصور معاه وهو بياكل وبترفع الصوره على انستجرام. فبيتضايق نوت لانه بيحس ان اهم حاجه في حياتها السوشيال ميديا، وعشان كده اصلا قربت منه، لكن في المجمل يعني مش بيعمل لها حاجه حاليا، وبتسيبهم شارم وبتمشي. بعدها بيروحوا الكل على الاستوديو وبيبداوا نوت ونونج ودي يسجلوا اغنيتهم الجديده، وبعد ما بيسجلوها بيروحوا كلهم على مكان كده يحتفلوا، وبتكون جي مش معاهم حرفيا لانها عماله تفكر ازاي تقرب لنوت وتخليه يعمل معاها علاقه، وبتفضل تتخيل هتعمل ايه، وبتقرر انها تشربه كتير جدا زي المره اللي فاتت لحد ما يشوفش قدامه وتعمل معاه زي اللي حصل قبل كده. لكن بتخرج من تخيلاتها دي لما بتكلمها بنو، فبتتفاجئ اصلا ان بنو موجوده هنا وبتحتفل معاهم، لكن بنو بتعرفها انها جت من شويه لانها ناويه تتصالح هي وبيمي وبتديله فرصه تانية، فمش بتهتم قوي يعني، ولكنها بتنصحها تعمل كده فعلا. بعدها بتركز كده فبتكتشف ان نوت مش في الحفله ومشى، فبتتجنن لان دي كانت فرصه وحيده قدامها. فبناء عليه بتتصل بنوت وبتطلب منه يجي الحفله، لكنه بيرفض لانه تعبان. فبتفكر جي شويه وبتعرفه انه مخرج الفيديو الجديد بتاعه بس هيجي الحفله، فيعني هتكون في فرصه يقعد معاه ويتكلموا. فبيقتنع فعلا وبيقرر انه يجي. فبسرعه بتتصل جي على المخرج بس وبتطلب منه يجي، فبيوافق.
وبعد شوية بيكونوا الاتنين مع جي وبيفضلوا يشربوا كتير جدا، وفي النهاية بيقوم بس يروح. أما نوت فبيفضل مع جي وبتحاول جي تشربه أكتر، لكنه اللحظة بيفتكر إنه بقى معاها لوحده وبيقلق لأنه لما بيشرب كتير بيضيع خالص، فبيرفض يشرب أصلا وبيقعد بس يتكلم مع جي وبيفضل يعرفها إنه متضايق لأنه فعلا بقى مشهور، لكنه مش حاسس إن ده يستحقه وإنها بس مسألة حظ لعب معاه مش أكتر. فبتفضل جي تشجعه كتير جدا، وبسبب كده بيبدأ يفتكر نوت طشاش لأول لقاء ليهم في الحفلة، وبيكون حاسس إن جي فعلا البنت اللي قابلها في الحفلة وحبها، فبسبب كده بيقرر يعمل معاها علاقة. بس قبل ما بيعمل كده هوب بيدخل بنات معجبين كتير للمكان، فبتضطر جي تاخده وبيمشوا ويخرجوا بره المكان خالص، وبيركب نوت معاها عربيتها بحيث توصله. بس في اللحظة دي بيكون نوت لسه مغيب بسبب الشرب، وبيقرب لها علشان يعمل معاها علاقة، لكن قبل ما بيعمل أي حاجة فجأة بتوصل شارم، فبيوقف اللي بيعمله وبينزل لشارم اللي بتعرض عليه توصله للبيت، فبيوافق نوت وبيودع جي وبيمشي. فبتكون جي هتموت من الغيظ حرفيا. عامة بنكمل مع نوت وبيوصل عند بيته أخيرا، بس قبل ما يسيب شارم ويمشي بتتكلم شارم معاه وبتعرفه إنها ملاحظة إن مديرة أعماله جي بتحاول تقرب منه وبتنصحه يبعد عنها، فبيوافق نوت على كلامها وبيسيبها وبيدخل البيت. بس المشكلة بقى يا صديقي إنه طول ما هو قاعد في البيت مش بيقدر يفكر في حاجة إلا جي وبس، لدرجة إنه بيفضل يتدرب بحيث ما يفكرش فيها، بس مفيش فايدة، وآخر ما بيتعب بينام. لكن جي برضه مش بتسيبه لأنه بيحلم بيها، فبيصحى تاني يوم من النوم مخضوض، وأول ما بيصحى بيقعد يتفرج على التلفزيون علشان يلاقي إن الأخبار كلها بتتكلم عنه هو وشارم، وبيقولوا إن بينهم علاقة بسبب كمية الصور اللي بيتصوروها سوا. فلأن ده مش حقيقي بيتصل نوت ببيمي وبيسألوا عن الإشاعات دي وإنهم لازم يكذبوها، لكن بيمي بيكون عنده رأي مختلف وبيعرف نوت إن الإشاعات دي في مصلحته وهتزود شهرته، وبيطلب منه ما يكذبش أي حاجة، فبيوافق نوت على كلامه وبيقفل معاه. على الناحية التانية بتكون جي مع بونو وبتوصلها لشغلها لأن عربية جي عطلت بدون سبب. المهم وهما في السكة بتتصل العرافة بام على جي وبتعرفها إن في كارثة، وهي إن في مذنب جاي على الأرض. المذنب ده هيسبب إن أي حد حظه حلو فحظه الحلو هيزيد، وأي حد حظه وحش فبرضه هيزيد. فطبعا بتتضايق جي لأن معناه إن حظها هيسوء أكتر وأكتر، لكنها مش بتهتم حاليا وبتروح على شغلها عشان تبدأ بوادر الحظ الوحش، لأن بيجيلها بيمي وبيهزقها لأنها ما خلتش نوت وباقي الفريق يصوروا إعلانات الشركة اللي بترعى الفرقة، وده مخسره كتير جدا. فبتعتذر له جي وعلى طول بتروح لنونج وبتفضل تصوره وهو ماسك علبة زبادي لأن في شركة زبادي بترعاهم. بعد كده بتطلب منه ينزل الصور دي على الانستجرام ويكتب عليها حبة كلام من نوعية إن ده أحسن زبادي في الكون والجو ده. بس بعيدا عن الضحك ده بيسأل نونج جي هل فاضية ولا وراها حاجة، فبتعرفه إنها فاضية، فبياخدها وبيروحوا كافيه وبيعزمها على مشروب، وبيبان كده إن جانج معجب بيها شوية. المهم الكلام بيجيب بعضه وبتعرفوا جي إنها متضايقة لأنه زمان كان حظها حلو وحاليا حظها بقى وحش، فبيعرفها نونج إن مفيش حاجة اسمها حظ ولازم تنسى الكلام ده وتسعى إنها تحسن نفسها وده هيفيدها أكتر من أي حظ. فبتقتنع جي بكلامه وبتشكره جدا على النصيحة دي وبتسيبه وبتروح البيت تقعد مع باباها ومامتها. وفي اللحظة دي بتعرف إن كل كلام نونج ملوش لازمة والحظ أهم حاجة، لأن حرفيا أول ما بتدخل بيعرفوها أهلها إن الشركة حجزت على البيت وللأسف 3 أيام وهيطردوهم. فبتتضايق جي وما بتكونش عارفة تعمل إيه. تاني يوم بقى بيكون نوت ونونج ودي قاعدين مع بيمي واللي بيديهم سكريبت الكليب الجديد، وبيكون السكريبت كله أو الفيديو كليب كله بيتكلم عن نوت وشارم إنهم يطلعوهم مع بعض قدر الإمكان، أما باقي الفرقة فيولعوا بجاز. وبيكون بيمي بيعمل كده لأنه عايز يستفيد من إشاعات ارتباطهم دي وبيجيب مشاهدات زيادة على حس الموضوع ده يعني. لكن نونج مش بيعجبه الكلام ده فبيتخانق مع بيمي وبيسيبهم وبيمشي وبيخرج هو ونوت وبيفضلوا يتكلموا سوا وبيتخانقوا سوا بمعنى أصح، وبيسيبوا نونج وبيمشي وهو متضايق. فبيقعد نوت مع نفسه وهو متضايق وبيفكر يعمل إيه وإيه هيكون الأفيد ليه. وبنشوف إن فعلا يا صديقي الحظ مش كل حاجة، يعني مثلا نوت هو مع الحظ لكنه في المقابل بيعمل أي حاجة الشهرة تحتاجها عشان الفلوس، وكمان هيخسر نونج صديقه المفضل. بس ده بقى كلام تاني لوقت تاني. المهم وهو
وهو قاعد كده بتجيله جي، لكنها مش بتاخد بالها وبتدوس على فضلات كلب على الارض، فبتتضايق جدا. لكن نوت بيهديها وبيديها سكريبت الكليب بتقراه وتقول له رايها وبيسيبها وبيمشي. وبعد شويه بيرجع لها تاني ومعاه شبشب كده جايبه لها مكان الجزمه اللي باظت، فبتفرح جي وبتشكره جدا وبتسيبه وبترجع شغلها. لكن عند الشغل بيجي لها ابوها وامها ومعاهم لبسهم وحاجتهم لانهم اتطردوا من البيت، فبتتجنن جي وما بتكونش عارفه تعمل ايه. بس لحسن الحظ بالصدفه بيقابلهم نونج، ولما بيعرف المشكله بياخدهم يعيشوا في شقه كده بتاعته ولكنه مش عايش فيها. بس ابو وام جي بيتضايقوا لان الشقه صغيره، وفوق ده كله بيجي لهم ماستر بوث لان ام جي كانت كلمته وعرفته اللي حصل، وبيعرض عليهم بوث حاليا بيت كبير يعيشوا فيه. فبتقرر الام والاب يروحوا يعيشوا معاه ويستندلوا مع جي وبيسيبوها، فبتقرر جي تعيش هي هنا. في نفس اليوم بالليل بيجي لها نونج وبيعزم عليها يتعشوا سوا، فبتروح معاه للمطعم، وهناك بقى بيبان من كلام نونج انه بيحب جي لانه بيفضل يسالها هل بتحب نوت وعايزه تقرب ليه ولا لا، وكلام من ده كتير. بس في المجمل بتاكد من كلامها انها عايزه تقرب لنوت، فبينصحها نونج انها لو عايزه تقرب ليه لازم تحسسه انها مش مهتمه بيه ولا مدلوقه عليه، وبكده هيحبها. فبتقتنع جي بكلامه، وتاني يوم بتروح جي لنوت وبتعرفه انها جاياله علشان تاخد الكورس بتاع التمثيل، لان بيمي طلب كده لان الكليب الجاي هيحتاج تمثيل كتير ومش بتتكلم معاه في حاجه تانية، وده بيخلي نونج يستغرب. لكن في المجمل بيروح معاها الكورس فعلا، وهناك بيفضلوا يمثلوا سوا، وبنشوف ان اللحظه دي نوت بدأ يحبها كده ويرتاح لها، والدليل انهم لما بيخرجوا بيعرفها انه معجب بيها، فبتفرح جي. بس وهم واقفين هوب بيلاقوا المذنب اللي بام قالت عليه في السما، وده معناه ان حظ جي هيسوء اكتر واكتر، فبتتضايق جدا لكن مش بتهتم قوي يعني، وبتاخد بعضها وبتمشي وبتروح تقعد مع نونج، واللي بيسألها عملت ايه مع نوت، فبتعرفه كل اللي حصل وانها قربت لنوت بفضل نصايحه وبتشكره انه ساعدها. فبيعدي نونج الموقف لكنه بيتضايق جدا لانه معجب بيها زي ما قلت لك. المهم بعد شويه بقى بيروحوا الكل على موقع التصوير علشان يصوروا الفيديو كليب، وبيبدأ نون ونينج ودي يصوروا الجزء اللي هيظهروا فيه هما التلاتة، والصراحه بيبدعوا في الجزء ده. بس المشكله ان بعدها بقى بيكون جه الوقت علشان يصور نوت الجزء اللي هتظهر فيه شارم، فبتيجي شارم فعلا وبتبدأ تتدرب هي ونوت، ولكنها مش بتعرف تكمل بسبب انها شاربه خمره كتير جدا، وبتبدأ ترجع. فعلى طول بيودوها ترتاح، وبيطلب المخرج من اي واحده في اللوكيشن تتطوع عشان تمثل قدام نوت كتدريب يعني مش اكتر على ما شارم ترتاح. فبتتطوع جي وبتمثل هي قدام نوت، ولكنها اصلا معجبه بنوت ونوت معجب بيها، فبينسوا نفسهم وبيبوسوا بعض قدام الكاميرا، والكاميرا بتصورهم، وده هيعمل مشكله كبيره قدام. المهم بعد ما بتخلص جي تدريب نوت بتيجي شارم وبتمثل الفيديو معاه، وبيخلصوا الفيديو على خير، والفيديو بينتشر والمتوقع بيضرب والبلد كلها بتسمعه. فبناء عليه اشهر مذيعه في البلد بتستضيف نوت وباقي الفرقه علشان تسالهم عن الكليب وكده يعني. في وسط اللقاء فجاه بتجيب المذيعه صوره لجي وهي مع نوت لان الصوره اتسربت وهما بيبوسوا بعض، وبتسال المذيعه نوت مين البنت دي وهل حبيبته ولا لا، وبتكون جي في الاستوديو اصلا وفي منتهى الكسوف لدرجه انها بتمشي من البرنامج خالص. وبيفضل نوت وباقي الفرقه يبرروا اللي عملته جي وبيقولوا ان ده كان تدريب مش اكتر، بس للاسف الناس مش بتصدقهم وبيبداوا يشتموا جي في كل مكان والدنيا بتتقلب. فبناء عليه بيستدعي بيمي جي في المكتب بتاعه وبيعرفها انه خلاص هيرفدها ومش هتنفع تكمل معاه، فبتزعل جي وبتفضل تترجاه تكمل في الشغل لكنه مش بيوافق وبيطردها، فبتمشي وهي زعلانه جدا. ولما بتخرج بيقابلها نونج وبتعرفه ان هي اترفدت من الشغل، فبيزعل وبيفضل يواسيها. وبعدها بتروح جي للبيت وبتكون حزينه جدا لدرجه انها مش بتعرف تنام خالص، ده غير ان بيجيلها الاف الرسائل من معجبين نوت اللي بيشتموها كده بلا سبب. بس تعرف يا صديقي الرسائل دي مش من معجبين نوت ولا حاجه، لاننا لو رحنا حاليا لشارما اللي قاعده مع مدير اعمالها وبيتكلموا فبنعرف من كلامهم ان شارم هي اللي سربت الصوره، وحاليا هي اللي بتهاجم جي من اكتر من اكونتات وهميه. طب بتعمل كده ليه؟ لانها شايفه ان جي قريبه لنوت وطبعا عايزه تبعدهم عن بعض لانها عايزه ترتبط بيه، فعملت كل الخطه دي. في المجمل تاني يوم بيكون نوت وباقي الفرقه في استوديو كده وبيصوروا كام صوره لالبومهم الجديد، لكن فجاه بيهجم عليهم مجموعه كبيره من الصحفيين علشان
يعرفوا من نوت حقيقة الصورة اللي اتسربت وهل كان بيحب جي مديرة أعماله ولا لأ. وقتها بيتوتر نوت وما بيعرفش يتصرف، لكن دي بيلحقه وبيعمل نفسه مريض، فطبعا بيمشوا كل الصحفيين علشان يسيبوه يرتاح. بعد كده بيجتمع بيمي مع نوت وباقي الفرقة في مكتبه وبيتكلم مع نونج ودي وبيعرفهم انه لازم يرجعوا جي وبكده هيقضوا على اشاعات تماما، لكن بيمي بيرفض وبيطلب منهم يسيبوه يتكلم مع نود. فبيمشوا وبيتكلم بيمي مع نود وبيعرفوا انه لو عايز يوقف الاشاعات دي يبقى لازم يرتبط بشارم وساعتها الناس هتنسى جي خالص، لكن نود بيرفض لانه مش بيحب شارم وبيعرف بيمي انه هيفكر في الموضوع وبيسيبه وبيمشي. وبيرجع نود لبيته وبيقعد يفكر في جي واللي حصل لها بسببه وبيحس انه ظلمها وبيحس كمان انه بدأ يحبها بجد، فبياخد خطوة جريئة وبيروح لها بيتها بحيث يواسيها ويتكلم معاها. وجي ما بتصدق تقريبا وبتكون ناوية تعمل معاه علاقة، لكن قبل ما بيعملوا اي حاجة بيخبط الباب، فبتقوم جي تفتح وفي لمح البصر بتتخطف لدرجة ان نوت مش بيلحق يشوف اللي حصل. وبعد شوية بتلاقي جي نفسها في فرح وقدامها ماستر بوث اللي بيفاجئها ان النهاردة فرحهم لان ابوها وامها اتفقوا معاها على كده. وطبعا بتكون جي مصدومة ومش عارفة تعمل ايه، ده كله كوم غير تلزيق الاخ بوث كوم تاني خالص، يعني يكره اي حد في نفسه. وبالفعل مش بتقدر جي تستحمل التلزيق ده كله ولا بتقدر تستحمل الموقف العبثي ده، فبتقرر تمشي طبعا. بس قبل ما بتمشي بتجيلها مكالمة من العرافة بام وبتقول لها بام ان شفت حظك النهاردة وللأسف وحش جدا، وشفت ان اللي هيحميكي من حظك السيء ده النهاردة انك تفضلي في البيت اللي انت فيه حاليا وتفضل مع الشخص اللي لابس بدلة بيضة لانه الوحيد اللي هيقدر يحميكي. وبتقفل معاها وزي ما انت شايف كده مفيش حد في الفرح لابس بدلة بيضة الا بوث، فيعني هو الوحيد اللي هيقدر يحميها على حسب كلام بام. فبتقرر جي تقعد معاه لكنها مش بتستحمل رخامته، فبتستأذن من الكل تدخل الحمام. واول ما بتبقى لوحدها بتتصل ببونج وبتطلب منه يجيلها يهربها من هنا وبتأكد عليه يلبس بدلة بيضة علشان يحميها. فمش بيفهم نونج حاجة الا انه بيسمع كلامها ومش بيعدي وقت طويل وبيوصل عندها بالموتوسيكل بتاعه. فبسرعة بتنط جي من البلكونة وبيهربوا وبيقفوا في مكان كده وبتحكي له جي كل اللي حصل، فطبعا بيفضل يضحك ويتريق عليها. وبعد كده بيعرفها انه رايح حاليا مؤتمر مهم جدا مع نوت ودي وبيمي علشان يردوا على اشاعات ارتباطها هي ونوت، وبيعرض عليها تيجي معاه لو عايزة. فبتروح معاه جي فعلا، واول ما بيوصلوا بيقابلوا نوت وبيكون واضح انه قلقان على جي وبيسألها ايه اللي حصل، فبتقوله لا ما حصلش حاجة، كان سوء تفاهم بس مش اكتر، ومش بترضى تحكي له اي حاجة حصلت. ونوت اصلا مش بيهتم وبيعرفها بس انه اتأكد خلاص من مشاعره ناحيتها وانه بيحبها، فبناء عليه هيعترف حالا في المؤتمر انه بيحبها واللي حصل بينهم في الاستوديو ما كانش غلطة ولا حاجة. فبتفرح جي جدا جدا وبيسيبها نوت وبيدخل المؤتمر وبيبدأ يتكلم مع الصحفيين وبيكون هيقول لهم ان جي حبيبته اصلا، لكن واحدة من الصحفيين بتقطعه وبتعرفوا ان في خبر انتشر ان جي اتجوزت من رجل الاعمال المشهور بوث وبتوريله صور فرحهم. فبيتصدم نوت ومش بيصدق نفسه، فبيقرر يتحدى جي ويضايقها زي ما ضايقته. فبيقول لكل الصحفيين ان جي مجرد واحدة كانت شغالة معاه لا اكتر ولا اقل، وانه مرتبط اصلا بشارم ومش شايف جي دي اصلا. وطبعا خبر ارتباطه بشارم بيغطي على اي اشاعات، والصحفيين بينسوا جي خالص اللي طبعا بتتصدم لما بتسمع كل ده وبتسيب المكان من غير ولا كلمة وهي كلها حزن. وبعدها بيروح نوت وباقي الفرقة للشركة، فبيلاقوا بيمي جايب اكل ومروق على الكل بمناسبة خبر ارتباط شارم ونوت اللي حرفيا كسر الدنيا وهتشهر الشركة اكتر واكتر. لكن نوت يا صديقي ما بيهتمش بده وبيكون في عالم تاني خالص حرفيا، وهو عمال يفكر ومش مصدق ان جي كانت بتخدعه وراحت ارتبطت بواحد تاني. المهم بتيجي شارم في الوقت ده وبتفضل تتكلم مع نوت وبتعرفوا انها فرحانة لانهم اتشهروا اكتر وبكده هيجيلهم فلوس اكتر وهيطلعوا في برامج اكتر وهكذا. فلان نوت انسان طبيعي بيتضايق جدا من كلامها وبيشوفها مش مهتمة بحاجة الا انها تتشهر، وبيبدأ يحس انه ورط نفسه معاها وبيقرر انه هيفكر في موضوعها ويشوف هيعمل ايه معاها بالظبط بعدين. اما دلوقتي فبيسيبها نوت وبيروح يتكلم مع نونج. وقتها بيقول له نونج انا شايفك ارتبطت بشارم، انت كده مش بتحب جي صح؟ فبيقول له نوت لا مش بحبها ولا عايزها في حياتي اصلا لانها خدعتني. فبيفاجئوا نونج انها ما خدعتهوش، وموضوع الفرح بتاع بوت ده
اتدبست فيه مش اكتر. وبيكمل نونج كلامه وبيعرفه بما انه خلاص مش مهتم بجي فنونج نفسه هيحاول يقرب لها لانه معجب بيها زي ما قلت لك، وبيسيب نوت مصدوم وبيمشي. من الناحية التانية بقى بنشوف جي بتدور على شغل لانها خلاص ما بقاش عندها اي شغل تعيش منه، لكن لان حظها فقري فمش بتتقبل في اي شغل، فبناء عليه بترجع لبيمي وبتطلب منه يرجعها للشغل لان هي محتاجة فلوس الفترة دي. فبيوافق بيمي ولكن بشرطين. الشرط الاول انها تبعد عن نوت نهائيا، الشرط التاني انها تبطل تسخن بنو عليه لانه هو وبنو بسببها كل يوم بيتخانقوا. فبتوافق جي لكنها مش بتقرر توفي بوعدها التاني، وبتقرر عادي انها تسخن بنو عليه لانها شايفة انه ما يستحقهاش. فبناء عليه بتروح تكلم بنو وبتسألها ناوية تعمل ايه مع بيمي، فبتعرفها بنو انها هتكمل معاه باي شكل لانها اصبحت حامل منه والموضوع مش في ايدها. فبتتضايق جي لكن مش بتقولها حاجة وبتقفل معاها. بعدها بتروح لبيمي تخلص معاه شغل، فبتلاقي القذر قاعد مع بنته بيحبوا في بعض، يعني باختصار بيخون بنو حالا. بتتعصب جي وبتعرفه ان بنو حامل وما ينفعش اللي بيعمله ده، لكن بيمي مش بيهتم وبيطلب منها تكبر دماغها وتاكل عيش. فبتسيبه وهي هتموت من الغيظ وبتمشي، وبتروح على مكتبها وبتتصل بنوت لانه المفروض في لقاء ليه مع مجلة فعايزة تفكره بالمواعيد. في الوقت ده بقى بيكون نوت اصلا مع شارم بيصور كام اعلان كده، وبيكون لسوء الحظ تليفونه مع شارم اللي اول ما بتلاقي جي بتتصل بتكلمها وبتفضل تهزقها وتلقح عليها، وفي النهاية بتقفل في وشها. فبتقعد جي في المكتب وهي متغاظة جدا. المهم في الليل بيوصل نوت اخيرا للمكتب وبيكون مستعجل علشان اللقاء، فبتعرفه جي انها اجلته النهارده وبتسيبه وبتمشي. وهي ماشية بقى بالصدفة بتسمع نونج ودي بيتكلموا سوا، وبيكون دي حاسس ان بيمي بيحاول يشهر نوت ومش مهتم بيهم، وبيعرف نونج انه في يوم وليلة هيلاقوا نفسهم برا الفرقة ونوت لوحده اللي شغال. وقتها لما بتسمع جي كل ده بتدخل لهم وبتعرفهم ان هي كمان مش طايقة نفسها زيهم، وبتطلب منهم يروحوا حانة يسهروا ويفكوا شوية. فبيروحوا معاها وفي الحانة بيفضلوا يغنوا ويشربوا كتير جدا، وفي النهاية بيروح دي لانه بيكون تعبان جدا. اما جي ونونج فبيقفوا يتكلموا سوا، فبيستغل نونج الفرصة وبيلمح لجي انه بيحبها، ولان جي اصلا مش بتحبه وشايفاه صاحبها مش اكتر فبتعرفه انها مش بتحبه وانهم اصحاب مش اكتر، وبتسيبه وبتمشي. وبتروح لنوت وبتكون جاية تتكلم معاه في انه ما يسمعش كلام بيمي وما يدمرش الفرقة. فبيعرفها نوت انه عمره ما هيدمر الفرقة، وحاليا اصلا كان بيكتب اغنية يغنوها كلهم سوا. فبتفرح جي وبتكون ماشية، لكن نوت بيوقفها وبيعرفها انه عرف بحقيقة فرحها من نونج، وبيعتذر لها انه فهمها غلط، وبيعرفها انه مش بيحب شارم وهيسيبها وده الوقت المناسب اللي يفكروا فيه في علاقتهم. فبتتصدم جي وما بتكونش عارفة تقول ايه، لكن نوت مش بيسيب لها فرصة وبيعرفها انه بقى يحبها، وبيعرفها كمان انه افتكر ان هي قابلته زمان في الحفلة ومن وقتها وبقى بيحبها جدا. فبتفرح جي وبتتشجع وبتعرفه موضوع تبادلهم للحظ وكل الكلام ده، وإنها في البداية كانت بتقرب ليه علشان تستعيد حظها، أما دلوقتي فبقت بتحبه. وقتها مش بيصدق نوت الكلام ده، لكنه في كل الأحوال بيعرف جي إنه بيحبها ومش فارق معاه حظ مش حظ، أهم حاجة يكونوا مع بعض. وبيعرفها إنه هيسيب شارم وبعد فترة هيرتبط بيها بشكل رسمي. فبتفرح جي جدا. تعرف يا صديقي نوت فعلا بيوفي بوعده، لأنه تاني يوم بيروح يقابل شارم وبيعرفها إن علاقتهم سوا كانت بس عشان الشو ومش هينفع تستمر، خصوصا ان في واحدة غيرها واللي هي جي وفعلا بيحبها. طبعا بتتضايق شارم، لكن في المجمل بتعرف نوت انها خلاص ما عندهاش اي مشكلة يسيبوا بعض عادي. فبيشكرها نوت جدا وبيسيبها وبيمشي. في نفس اليوم بالليل بيكون في الحفلة نوت وفريقه، وكالعادة بيبدعوا في الحفلة جدا. بعدها بيروح نوت لجي وبيفضل يتكلم معاها وبيعرفها انه خلاص ساب شارم ومسألة وقت ويرتبطوا سوا. فبتفرح جدا وبياخدها نوت علشان يوصلها لبيتها، لكن هناك بيطلب منها يدخل بيتها فبتدخله طبعا وبتستقبله. وفي اللحظة دي بيعرفها نوت انه جاهز يعملوا علاقة سوا علشان يرجع لها حظها من تاني. فبتفرح جي وبيكونوا فعلا هيعملوا كده، بس يا فرحة ما تمت، لان في نفس الوقت بيتصل رقم غريب بنوت فبيرد فبيلاقيها مكالمة من المستشفى بيعرفوه ان ابوه اتنقل للمستشفى وتعبان جدا. فمن غير تضييع وقت بياخد جي ونوت بعضهم وبيروحوا على
على المستشفى، وهناك بيقابلوا الدكتور واللي بيعرف نوت ان ابوه تعبان جدا ومحتاج لعملية زراعة قلب، ودي يعني معناها عملية مكلفة جدا، ده غير انه هيفضل منتظر فترة على ما يجيلهم موافقة من الدولة وحد يتبرع بقلب. وبيسيبوا الدكتور مصدوم بكل الاخبار اللي زي الزفت دي وبيمشي. وقتها بيفضل نوت يفكر وبيعرف جي انه هيطلب فلوس من بيمي، واكيد يعني مش هيتأخر عليه في ظرف زي ده، فبتشجعه جي انه يعمل كده فعلا، وبتسيبه يقعد مع ابوه وبتمشي. تاني يوم بيروح نوت لبيمي في الشركة وبيطلب منه فلوس سلف علشان يعالج ابوه، فبيستغل بيمي الفرصة وبيطلب منه يوقع عقد كفنان منفرد بعيدا عن فرقته، وساعتها هيديله الفلوس اللي هو عايزها. اول ما بيسمع نوت الكلام ده بيتعصب لانه بيتأكد ان بيمي كان عايز يفرقهم وهو وفرقته، ودلوقتي ما صدق جات له الفرصة وبيصطاد في المية العكرة زي ما بيقولوا. وبناء عليه بيقرر نوت انه ما يمديش لحد ما يفكر بهدوء ويشوف هيعمل ايه، وبيسيبه وبيمشي. وبيتصل بجي بيعرفها كل اللي حصل، فبتفضل جي تواسيه وتعرفه انها جنبه وكده، وانه كل المشاكل دي هتتحل، وبتقفل معاه. وبتقعد جي تفكر مع نفسها وبتكون حاسة ان كل اللي بيحصل لنوت ده لانهم فكروا بس يتبادلوا الحظ تاني، وبتكون متأكدة انهم لو اتبادلوا حظهم احوال نوت هتسوء اكتر واكتر وحياته هتتدمر. فلانها بقت بتحبه بجد بتقرر ان ده مش هيحصل ابدا، وبناء عليه بتقرر تبعد عن نوت، وفعلا بتختفي من حياة نوت، ولا بترد على رسالته ولا مكالماته، وده بيتعب نوت اكتر. لكنه بيقرر يروح لها ويعرف فيه ايه، وبيروح لها فعلا على البيت وبيقابلها. واول ما بتشوفه جي بتفضل تقوله انها مش بتحبه وبتطلب منه يبعد عنها، وبتكون عملت كده علشانه هو وعلشان حظه ما يسوقش اكتر. لكن طبعا نوت ما بيعرفش كده وبيتصدم وبيحس انه اتلعب بيه، فبيفضل يعيط وبيسيبها من سكاته وبيمشي. واول ما بيخرج من البيت بيلاقي نونج في وشه، وكان نونج اصلا سمع الكلام كله من اوله، وده بيخلي نوت متغاظ جدا لكن مش بيعمل له حاجه، وبيسيب المكان كله وبيمشي وبيروح بيته وهو حزين جدا، وبيفضل يفكر في كل حاجه ويفكر هيعمل ايه، لحد ما بياخد قراره انه ينفصل عن الفريق ويعيش حياته بقى ويتشهر مع نفسه ويصنع مجده الخاص. وبالفعل بيروح بعدها تدريب مع نونج ودي، وبعد ما بيخلصوا تدريبهم بيعرفهم انه كان جاي يودعهم لانه خلاص ناوي ينفصل عن الفرقه. طبعا الكل بيتضايق لكن نوت مش بيهتم اصلا وبيسيبهم وبيمشي، وبيروح لبيمي وبيمضي العقد. وبعد ما بيمضي العقد بيفاجئوا بيمي ان من ضمن بنود العقد انه يفضل مرتبط بشارم لان ده هيجيب مكاسب كتيره للشركه، فبيضطر نوت يوافق مع انه مش بيحبها اصلا. وبنشوف بعد كده انه نوت دايما بيكون مع شارم وبيطلعوا في برامج وغيره، بس نوت مش بيكون مبسوط لانه مش قادر يحس معاها بحب خالص. بس ده مش مهم دلوقتي، المهم ان جي ونونج ودي بيروحوا الشركه لبيمي واللي بيعرفهم انه خلاص نوت انفصل عنهم، وبيعرض عليهم يشتغلوا مع مغني تاني بس هيبقوا في فرقته الموسيقيه ومحدش فيهم هيغني ابدا، وده اللي طبعا بيرفضوا نونج ودي، وبيقرروا يسيبوا الشغل عند بيمي وبيسيبوه وبيمشوا. فبيقعد بيمي مع جي وبيعرفها ان هي كمان مرفوضه وما تجيش هنا تاني لان بكل بساطه ما بقاش محتاجها، فبتسيبه جي وتمشي وهي متضايقه، وبتروح تقعد مع صاحبتها بونو وبتطلب من بونو تشوف لها اي شغل. فبتعرفها بونو انها فعلا محتاجه حد يشتغل معاها في ادخال البيانات، وبتعرض عليها تشتغل هي في الوظيفه دي، فبتوافق جي من غير اي تفكير طبعا. اما بقى دي على الناحيه التانيه فبيروح لشركه انتاج جديده وبيتفق معاهم وبيمضوا عقد، وبيعمل دي اول اغنيه ليه لوحده، وبتكون اغنيه على التراث القديم عندهم، وبسبب كده بتعجب الناس وبتضرب جدا والحظ بيلعب مع دي. اما بقى جي فبنشوف ان هي ونونج بيقربوا لبعض كده يوم عن يوم وبيبداوا يحبوا بعض، ولسه ما نعرفش علاقتهم دي هتوصل لايه. في المجمل بعد شويه وهم قاعدين بيجولهم دي وبياخدهم يعزمهم على العشاء في مطعم بمناسبه نجاح اغنيته، فبيروحوا معاه فعلا وبيقضوا سهره لطيفه سوا هما التلاته. تاني يوم بقى بيروح نونج يزور جي في البيت، فبيلاقيها على السرير ومش بتتحرك، فبيسألها مالك، فبتعرفه انها حزينة جدا لان ما بقاش معاها فلوس خالص، ده غير ان شغل بونو اللي جابته لها مش قد كده. فبيواسيها نونج وبياخدها يعزمها على العشاء، وفي المطعم بيعرفها انه قدر يتفق مع منتج وهيبدأ شغل، وبيعرفها انه كان جاي لها اصلا يعرض عليها تبقى المساعدة بتاعته، فبتفرح جدا جي وبتوافق تشتغل معاه. بعدها بيرجعوا للبيت وهناك بيفضل نونج يسمعها اغنيته الجديدة واللي بيكون باين وواضح جدا انه كاتبها ليها هي، وده بيخلي جي تتأثر جدا، وبتعرفها
بيعرفوا ان الاغنية جميلة لكنها مش بتعلق على كلامها اللي باين جدا انه ليها، فبيتضايق نونج لكنه بيعدي الموقف. على الناحية التانية بقى بنشوف ان نوت مش سعيد بتاتا لانه طول الوقت مضطر يشتغل ويعمل اعلانات وغيره علشان يسدد الفلوس اللي خدها لعلاج ابوه. ده غير انه مش متقبل شارم خالص لانها حرفيا مش بتحبه وكل اللي عندها مصلحتها وبس وكمان الشهرة، لكنه برضه بيحاول يعدي اي حاجة لحد ما يخلص من عقد بيمي. وبتعدي الايام لحد ما بنوصل ليوم المهرجان الغنائي اللي بيتم فيه توزيع الجوائز على المطربين، وطبعا مفيش اشهر من دي ونونج ونوت حاليا، فبيترشحوا الثلاثة لجائزة افضل مغني. وبيجي الكل للحفلة وبتكون جي طبعا جاية الحفلة مع نونج، اما نوت فبيكون جاي مع شارم وهو مجبر. عامة بتبدأ الحفلة وبيعلنوا ان الفايز هو نوت وبيطلع هو وشارم يستلموا الجائزة، لكن بالرغم من كده بنشوف ان نوت مش مبسوط وبيبص طول الوقت لجي بحسرة لانه زعلان انه خسرها. في المجمل بعد شوية بيقعدوا الكل في الحفلة يشربوا وهكذا، وبتشرب شارم كتير جدا فبياخدها مدير اعمالها وبيروحوا. وهنا بيستغل نوت الفرصة وبيروح يتكلم مع جي وبيبان من كلامه انه لسه بيحبها بجد، بس بيجي نونج وبياخد جي وبيمشوا علشان نوت ما يقربش منها. تاني يوم بقى بتكون جي ماشية في الطريق عادي ومروحة على البيت، لكن فجأة بتيجي عربية تخبطها وبيكون نوت في نفس المكان بالصدفة وبيجري عليها علشان يلحقها، لكن للأسف مش بيعرف يلحقها وبتعمل جي حادثة. فبسرعة بياخدها نوت على المستشفى، وفي المستشفى بتيجي ممرضة لنوت وبتديله موبايل نوت علشان يخليه معاه. فبيفتح الموبايل بيتفاجئ ان جي حاطة صورته خلفية للموبايل، فبيتأثر وبيفهم انها لسه بتحبه. المهم في الوقت ده بيتصل نونج على جي فبيرد نون عليه وبيعرفه اللي حصل، وبيأكد نوت عليه ما يقولش لأي حد حاجة علشان محدش من الصحفيين يجوا المستشفى. فبيوافق نونج وبينزل ياخد موتوسيكله علشان يروح المستشفى، لكن هنا بقى بيجوله دي واللي كان جاي اصلا يتفق معاه يكتب له اغنية، لكن نونج بيعرفه انه مش فاضي وبيسيبه وبيمشي. فبيمشي دي الغبي وراه لحد المستشفى، وبيدخل نونج للمستشفى وبيسأل على أوضة جي وبيروح لها، اما دي فبيدخل وراه، واول ما بيدخل ما بيكونش عارف اصلا حاجة ولا مين تعبان ولا اي حاجة، وبيجوله مجموعة معجبين وبيفضلوا يتصوروا معاه. وقتها بقى المعجبين دول بيعرفوا انهم بيحبوا نونج اصلا وعايزين يتصوروا معاه، فبيقول لهم دي الغبي بس كده من عيني تعالوا معايا، وبياخدهم للأوضة جي. فبيبدأوا كل المعجبين يصوروها هي ونوت وهو واقف جنبها وكل حاجة. الصورة دي بقى بتنتشر في كل مكان وبتشوفها شارم فبتتجنن وبتقرر تروح على المستشفى، وفعلا بتروح هي ومدير اعمالها وبتدخل لأوضة جي وبتفضل تشتم على جي، فبتتخانق معاها بونو وبتطلب منها ما تغلطش في صاحبتها، والموضوع بيكبر بينهم قوي لدرجة ان الدكتور بيجي وبيسكتهم. فبيستغل نوت الفرصة وبيسأل الدكتور عن حالة جي، فبيعرفوا ان حالتها مش مستقرة وخايف تفقد الذاكرة. وفعلا اللي بيقوله بيحصل لان جي بتفوق وبتكون ناسية، لكنها مش ناسية كل حاجة بل فاكرة حاجات وناسية حاجات. يعني مثلا فاكرة دي وفاكرة نوت لكنها فاكرة انها كانت شغالة معاه مش اكتر، وفي المقابل مش فاكرة نونج نهائيا وهكذا. يعني المهم بعد ما بيطمنوا عليها بيروح نوت يتكلم مع بونو وبيسألها ليه جي كانت بعدت عنه، فبتعرف بونو ان جي كانت خايفة عليه لما يقرب منها ويعمل معاها علاقة حظها يرجع حلو وحظه يسوء، فاختارت انها تبعد عنه. فطبعا بيتأثر نوت وبيقرر انه هيعمل معاها علاقة علشان يرجع لها حظها الحلو. في الوقت ده بقى بيدخل عليهم نونج وبيكون سمع كل حاجة، فبيتخانق مع نوت وبيحذره يقرب لجي وبيسيبه وبيمشي. بعدها بيجي مكالمة لنوت من بيمي بيطلب منه يروح حالا مع شارم لمؤتمر صحفي وبعدها يطلع على تصوير فيلم، فبيرفض نوت لانه عايز يقعد مع جي، لكن بيمي بيفكروا بالعقد اللي بينهم وبيهددوا انه ممكن يحبسه، فبيضطر نوت يمشي وبيروح مع شارم. في نفس الوقت بقى بيكون نونج قريب جدا لجي ودايما جنبها وبيساعدها، وبرغم انها مش فاكراه لكنها بتحبه جدا بسبب كده. وبتفضل الايام تعدي لحد ما بيجي اليوم اللي بتخرج فيه جي من المستشفى. وقتها بقى بياخدها نونج لبيته، واللي اول ما بتدخله بتلاقيه مليان صور ليهم سوا، فبتستغرب وبتقوله احنا علاقتنا كانت طبيعتها ايه بالظبط، فبيكذب عليها نونج وبيعرفها انهم كانوا مرتبطين. وطبعا جي بتصدقه وبنفهم ان نونج بيعمل كده اصلا علشان يستفيد انها فاقده الذاكره ويرتبط بيها. وفي الليل بيعمل لها كمان عشاء رومانسي على اضواء الشموع، فبتستغل الفرصه وبتساله وهم رايقين كده احنا ارتبطنا ازاي،
فبيبدأ نونج يكذب عليها ويعرفها إنها كانت مرتبطة بنوت ولكنه سابها علشان شارم. وبعدها قررت جي تخرج من المحنة دي فارتبطت بيه، وبيعرفها إنهم مرتبطين من وقت قصير لكنه من زمان بيحبها ومعجب بيها، ولما نوت سابها قررت تديله فرصة. طبعا بتتأثر جي بكلامه وبتقتنع بيه كمان، وبتقرر تعيش معاه في البيت لأنهم مرتبطين وما تعرفش أصلا إنه بيكذب عليها. تاني يوم بقى بنشوف إن نونج بيحاول يقرب لجي أكتر وأكتر، ولكنها بتكون حاسة بحاجة غلط وبتحاول دايما تتلاشاه لحد ما تفهم إيه اللي بيصحلها بالظبط أو تفتكر أي حاجة. على الناحية التانية بقى بنشوف إن نوت هيتجنن بسبب إنه مش عارف يوصل لجي نهائيا، ومهما يتصل بيها موبايلها مش بيجمع. وخليك فاكر بقى الموضوع ده لقدام. المهم لما بيزهق من كتر ما حاول يكلمها بيتصل بصاحبتها بونو وبيسألها عنها، فبتعرفه بونو إن من وقت ما جي خرجت من المستشفى ما شافتهاش لأنها مشغولة بسبب إنها خلاص هتولد. فبيحبط نوت وبيقلق على جي أكتر وأكتر. في مكان تاني بقى بنشوف شارم بتروح لتصوير إعلان جديد، بس الغريبة إنها بتلاقي صحفيين كتير مستنيينها. الصحفيين دول بيعرفوها إن نوت ألغى متابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحاليا هم هنا بحيث يعرفوا السبب. شارم بقى أول ما بتسمع الكلام ده بتتجنن لأنها أصلا ما تعرفش إن نوت لغى متابعتها، فعلى طول بتركب عربيتها وبتبدأ تتحرك من المكان وبتتصل بنوت تسأله. فبيعرفها نوت إنه لغى متابعتها لأنه مش بيحبها وبيحب جي ومش هيقدر يكمل في العلاقة المزيفة دي وبيقفل معاها. في الوقت ده بنشوف إن شارم حرفيا بتتجنن من كل اللي سمعته وبتكون متغاظة جدا لدرجة إنها بتقعد تتكلم مع نفسها في المراية، وبنفهم بكده إنها فعلا مجنونة شوي وده بسبب أفعالها الغريبة. عامة بتقرر شارم إنها تنتقم من جي لأن نوت بيفضلها عليها، فبتاخد بعضها وبتروح على بيت جي، فبتلاقي أصلا إن نوت لسه واصل وطلع لها علشان يشوفها، فبتتغاظ وبتفضل مستنية تحت. أما نوت فبيطلع وبيفضل يخبط على باب جي لكن محدش بيفتح، فبيستغرب نوت وبيفكر إنها ممكن عند نونج، فبيخبط على نونج بيلاقي فعلا إن جي اللي فتحت له، وده اللي بيخليه يتجنن. فعلى طول بيبدأ يتخانق مع نونج وبيعرف جي إنه مش حاببها وإنه بيضحك عليها، وبيعرفها إنه هو اللي بيحبها وكان بيحاول طول الفترة اللي فاتت يتصل بيها لكن بيفشل. في اللحظة دي بقى بربط بسيط بقى بيفكر نوت وبيستنتج إن أكيد نونج عامل له بلاك ليست على موبايل جي بحيث ما يقدرش يوصل لها، فبيواجهه بالكلام ده. والغريبة إن نونج مش بينفيه وبيعرفه إنه عمل كده فعلا، وده بيخلي نوت يتعصب وبدون مقدمات بيبدأ يضرب في نونج ونونج بيضربه. أما جي فبتخاف من كل اللي بيحصل ده فبتسيبهم يضربوا بعض وبتنزل علشان تتفاجئ بشارم قدامها، وشارم أول ما بتشوفها بتبدأ تتخانق معاها وجنانها بيزيد جدا وبتجيب حديدة تضرب بيها جي، فبتخاف جي وبتحاول تهرب منها لكنها للأسف بتتكعبل وبتقع مغمى عليها، وده اللي شارم أصلا كانت عايزاه. فبتاخد جي وبتسحبها في مستشفى مهجورة كده كانوا بيصوروا فيها وبتسيبها تموت وبتمشي. بس قبل ما بتمشي شارم من المستشفى بتفضل تتكلم مع نفسها كالعادة وبتحس بالذنب من اللي هي عملته وبتكون مشوشة جدا ومش عارفة تعمل ايه. اما بقى نوت على الناحية التانية فبيهدى هو ونونج وبيتعبوا من الضرب. بعد كده بيقرروا يعملوا هدنة ويركزوا شوية، فمش بيلاقوا جي فبيتجننوا وما بيكونوش عارفين راحت فين. بس مش بيعدي وقت طويل ولا بيفكروا كتير لان الوقت ده بتتصل شارم على نوت وبتعرفوا انها خطفت جي وسابتها في المستشفى، واتصلت بيه بس لانها حاسة بالذنب. وقتها على طول بيروح نوت ونونج على المستشفى المهجورة وبيفضلوا يدوروا على جي لحد ما بيقدر نونج يلاقيها، واول ما بيلاقيها بيحضنها لانه كان خايف عليها جدا، وهي بدورها بتفضل تحضنه، وده كله بيشوفه نوت فبيتضايق وبيحس ان خلاص جي ما بقتش ليه، فبيسيب المكان وبيمشي من غير ولا كلمة. وبيروح نوت بعد كده على لقاء في الراديو وبيتكلم مع المذيع عن حفلة خيرية هيعملها قريب هو وفنانين كتير، والمفروض ان فلوسها هتروح يعني للفقراء. وبعد ما بيخلص نوت اللقاء بيروح الشركة وبيقابل بيمي ومتعهدين الحفلة، وبيقعدوا كلهم يفكروا المفروض نوت هيغني ايه، لكن نوت بيحس ان كل اغانيه وهو منفرد مش هتليق على الحفلة لان كلها عن الحب والرومانسية وكده. فواحد من المتعهدين بيقترح ان هو ودي ونونج فريقه القديم يغنوا سوا لان الناس بتحبهم وكده كده الكل هيكون في الحفلة. وقتها بيعجب نوت بالفكرة دي لكن بيمي بيعترض وبيعرفهم انه طول ما هو عايش الفرقة دي مش هتتجمع ويغنوا مع بعض، وبينتهي الاجتماع على كده. فبيروح نوت للبيت وبيقعد مع نفسه وبيحس انه كان غلطان زمان لما بعد عن فرقته علشان بيمي، فقرر قرار مجنون وهو
انه هيرجع يغني معاهم تاني، واول مرة هيعملوا كده هتكون في الحفلة غصب عن مي. فبيبعت وقتها لنونج وبيعرفه بالموضوع ده وبياخد رأيه هيعمل ايه، لكن نونج مش بيديله جواب مباشر في الوقت ده وبيطلب منه يفكر. بعدها بيقعد نونج مع جي وبالغلط بتحكي له جي عن موقف حصل ما بينهم زمان، وهنا بس بيدرك نونج ان جي مش فاقدة الذاكرة بل بتضحك عليهم. فبيواجهها وبيسألها ليه بتعمل كده، فبتعرفه جي انها حاسة انها نحسة على نوت لانها بتحبه، كان لازم تبعد عنه وعشان كده عملت نفسها فاقدة الذاكرة. طبعا نونج بيتصدم، لكنه بيعرف جي انه بيحبها والقرار اللي هتاخده في حياتها هيدعمها فيه حتى لو قررت ما تكملش معاه. فبتشكره جي جدا على كلامه. بعدها بينزلوا علشان يروحوا الحفلة، فبيتفاجئوا بدي قدامهم ومعاه عربية جديدة، فبيباركوله عليها وبيتحركوا على الحفلة. وفعلا بعد وقت بسيط بيوصلوا للحفلة وبيطلع نونج وبيغني وبعده دي ومن بعدهم نوت. لكن بتكون المفاجأة بقى ان نوت لما بيخلص اغنيته بيتكلم مع كل الجمهور وبيعرفهم انه عمره ما كان هيوصل اللي هو فيه ده لو ما كانش معاه فرقته اللي هو نونج ودي، وبيشكرهم قدام الكل وبيطلب منهم يطلعوا ويغنوا معاه. فبيطلعوا فعلا وبيغنوا معاه وبيبدعوا جدا والكل بيكون مبسوط بيهم ما عدا بيمي طبعا بيكون هيموت من الغيظ. لكن نوت والفريق ولا بيهمهم وبيفضلوا يغنوا كتير جدا. ولما بيخلصوا غنى بيتكلم نوت مع الناس وبيعرفهم انه بيحب جي، وبدون مقدمات بينزل لها وسط الحفلة وبيطلب منها الجواز قدام الكل. فبتوافق وهي فرحانة جدا، وساعتها ما بيستناش نوت وبياخدها على طول وبيروحوا على البيت. وفي البيت بيقرروا يعملوا علاقة سوا وهم مش خايفين ان حظهم يتبدل تاني، وفعلا بيعملوا كده. تاني يوم بقى بتصحى جي من النوم مش بتلاقي نوت اصلا، وبتلاقيه بس سايب لها رسالة وبيعرفها انه كان عايز يعمل كده علشان يرجع لها حظها مش اكتر، وبيعرفها انه هيرجع لحياته القديمة تاني بعيدا عن الشهرة وغيره وهيعيش حياة هادية مع حظه التعيس. وبيتمنى لها نوت الخير في اخر رسالة وشكرا على كده. طبعا لما بتقرا جي بتتأثر جدا وبتكون حزينة. بعد كده بقى بنشوف ان نوت رجع له حظه السيء بقوة لانه مثلا بقى مطلوب من الشرطة بسبب فسخ عقد بيمي وهكذا. اما شارم فبنشوفها حاليا في مؤتمر صحفي وبتعرف الكل انها ما كانتش بتحب نوت ولا هو كان بيحبها، ولكن كانوا بيعملوا كده علشان شركات الانتاج مش اكتر. وبتعتذر للكل انها خدعتهم وبتعرفهم انها من اللحظة دي هتكون ممثلة مستقلة ومش هتتشغل مع اي شركة انتاج علشان ما يجبروهاش تدخل في علاقة مزيفة. ورغم ان كلام شارم بيدينها الا ان كل الناس بيحترموها وبيحترموا صراحتها. بيعدي بقى يا صديقي على كل الكلام ده 3 شهور كاملين وبنشوف ان جي استعادت حياتها وحظها الكويس وبقت عايشة في بيت غالي جدا ورجعت اهلها يعيشوا معاها وكله تمام. بس رغم كل ده الا ان جي لسه مفتقدة نوت وما تعرفش مكانه ونفسها تعرفه. فبناء عليه هي وبنو بيستدعوا العرافة بام على امل انها تعرف لهم مكان نوت. بس قبل ما بام بتقول لهم اي حاجة هوب بتبدأ بنو تتعب جدا وبتكون خلاص هتولد، فبتاخدها جي للمستشفى وفعلا بتولد طفل جميل. لكن بتكون بنو زعلانة لان بيمي حتى ما فكرش يجي يشوف ابنه، وبعد كام يوم من الولادة بيجيلها فعلا. لكن بنو بتعرفه انها مش عايزة تشوفه تاني لانه شخص مش كويس وما يستحقش يكون اب، وبتنتهي علاقتهم. في الوقت ده بيزعل بيمي جدا وبيحس بالذنب من اللي كان بيعمله مع بنو. عامة بنشوف بقى ان نونج ودي حياتهم اتغيرت خالص لانهم حاليا بقوا مشاهير جدا جدا وبيطلعوا في برامج واعلانات وغيره. وفي مرة بيكونوا قاعدين في مطعم كده وبيجيلهم في الوقت ده بيمي وبيعرفهم بيمي انه خسر فلوس كتير بسبب اللي عمله نوت معاه لما فسخ العقد، وبيعرفهم انه عايز يعمل عقد جديد معاهم والمرة دي بالشروط اللي هم عايزينها ومش هيتدخل في شغلهم نهائي. فبيوافقوا طبعا لكن بشرط واحد انه يرجع نوت ويكون معاهم في الفريق. فبيوافق بيمي وهو مضطر وبيعرفهم انه ما يعرفش مكان نوت وما يعرفش هيرجعه ازاي. فبيعرفوا نونج انه يعرف مكانه وهيتكلم معاه وبيسيبه وبيمشي. بعدها بقى بيروح نونج وبيقابل نوت، فبنكتشف انه نوت شغال مغني كده في حانة صغيرة. المهم بيقعدوا سوا وبنفهم من كلامهم ان نونج كان عارف مكانه من وقت ما نوت اختفى، لكن نوت اللي طلب منه ما يعرفش حد وخصوصا جي لانه مش عايز يرجع حياتها يبوظها تاني. ورغم ان نينج ما كانش عايزه يختفي كده الا انه احترم رأيه وما قالش لحد. حاليا بقى بيعرف نونج نوت بعرض بيمي، لكن نوت بيرفض وبيعرف نونج انه خلاص هيسافر برا البلد وهيعيش لوحده ومش هيرجع هنا تاني. فبيتضايق نونج ولكنه بيسيبه على راحته. بعدها بيروح يونج وبيقابل جي وبيعرفها
مكان نوت وبيعرفها انه هيسافر وبيطلب منها تحاول تمنعه، ولان جي بتحبه اصلا فبتقرر فعلا تمنعه وبتروح تقابله وبتطلب منه يرجع تاني يعيش معاها وما يسافرش. فبيرفض نوت لانه مش عايز يبوظ لها حياتها تاني بحظه الوحش، لكن جي بتعرفه انهم هيكونوا سوا وحظهم مش هيكون وحش ولا حاجه، وبتعرفه ان حتى لو حظهم بقى وحش فهي راضيه لانها بتحبه. فبيفرح نوت وبيقرر يكمل حياته معاها، واخيرا بيتجوزوا وبيعيشوا سوا ومش بيهتموا تاني بموضوع الحظ والكلام ده، المهم انهم مع بعض. وبنشوف ان كمان نوت رجع لفرقته وبقوا دايما بيغنوا وبيعملوا حفلات وهكذا، وحياتهم رجعت جميله من تاني. وهنا بينتهي المسلسل، واللي لازم نتعلم منه اننا ما نؤمنش بالحظ والكلام ده، اهم حاجه نحاول دايما ونسعى، واكيد ربنا مش هيضيع تعبنا. واخيرا يا رب المسلسل يكون عجبكم، ما تنسوش الكومنت وتشتركوا في القناه. سلام.